كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد. ننظر من حولنا أيها السادة، نجد أن الجميع سواء كان فردا أو جماعة أو حزبا أو حتى دول تخاف من العدوان، والكل يترقب من أن يغير عليه أحد أو يعتدي عليه أحد، سواء كان الاعتداء على كيانه الروحي أو الاعتداء على كيانه الفكري أو حتى الاعتداء على كيانه المالي أو الاعتداء على أرضه أو شرفه أو سمعته. هذا أمر نعايشه يوميا، ويلازمنا هذا التخوف في كل لحظة وحين بسبب الحقد والحسد الذي تجذر في القلوب، حيث أصبح ميزان التعامل في دنيا الناس اليوم إذا الشخص مختلفا معي مذهبيا، سياسيا، حزبيا، عرقيا، عشائريا، وحتى مناطقيا، فحرماته كلها مباحة لي بالاعتداء عليها، فلا بأس من أن أغير عليه، أن أفتري عليه، أن أغتابه، أن أسبه، أن ألصق به كل نقيصة وتهمة. للأسف هذا هو السمة العامة لمجتمعاتنا وللناس من حولنا وحتى في مساجدنا. للأسف البهتان وإن كان مرضا جوارحيا لسانيا، إلا أننا نتحدث فيه على اعتبار أن بذرته يكون في القلب. البهتان أو الافتراء هي أحد الأمراض التي يجلبها معه أمراض الحقد والحسد والكبر والنفاق التي تحدثنا عنهم في الحلقات السابقة. الشيخ المناوي رحمه الله يعرف البهتان بأنه كذب يبهت سامعه ويدهشه. البهتان هو الاندهاش، الحيرة، وسمي بذلك لأن السامع يسكت لتخيل صحته ثم يكتشف الأمر، يندهش ويحتار كيف تنسب هذا القول السيء أو هذا الفعل الشنيع لذلك الشخص، كأن يقال مثلا عن امرأة شريفة عفيفة طاهرة أنها زانية، أو عن إنسان أمين أنه سارق، أو عن عالم صالح أنه فاسق، أو عن رجل سياسي وطني أنه خائن. الإنسان يندهش من هول هذه التهم، كيف تستطيع أن تقول ذلك عن ذلك الرجل؟ وهذا من أجرم ما يكون، هذا من الإجرام الكبير. الإمام علي رضي الله تعالى عنه له كلمة جميلة قيمة يقول فيه: ذقت جميع الطيبات فلم أجد أطيب من العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ذقت جميع الطيبات فلم أجد أطيب من العافية، وذقت جميع المرارات فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس، اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. وحملت الصخر والحديد فلم أجد أثقل من الدين،
وسئلت عما هو أثقل من السماوات والأرض فقلت تهمة البريء. البهتان جريمة ما بعدها جريمة، ولخطورة جريمة البهتان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه باجتناب البهتان والافتراء. الإمام البخاري يروي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة منهم بقوله: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. انتبهوا، هذا ليس له علاقة بالغيبة. الغيبة شيء والبهتان شيء آخر، وخير من فرق بين الغيبة والبهتان هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع صحابته فسألهم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فالصحابة رضوان الله عليهم يسألون: قيل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا قلت عن رجل من الناس أنه كذاب، أنه سارق، أنه حرامي، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ثم تلا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنا قلت عنه أنه سارق وهو حقيقة سارق، فقد اغتبته بغيبته في عدم حضوره. وإن قلت عنه أنه سارق وهو أمين لم يسرق فقد بهته وافتريت عليه. لذلك الإسلام ينظم العلاقات البشرية، وهو عندما يحرم هذه الأمور فهو بذلك يزيل أسباب التي تفتت المجتمعات فتهلكها، ويرفع بذلك بين الناس الشحناء والبغضاء والتحاسد. فالغيبة أن تتحدث عن شخص في غيبته وعدم حضوره بما يكره سماعه. ذكرك أخاك بما يكره، سواء كانت هذه الغيبة في بدنه، في دينه، في دنياه، في نفسه، في خلقه، في ماله، في ولده، في زوجته، في والده، في ثوبه، في مشيته، في حركته، في عبوسه، في طلاقته. كل ذلك إذا تحدثت عنه في غيبته فقد اغتبته. أما البهتان فهو الافتراء، أن تقول إنسانا ما لم يقل، أو تنسب إليه ما لم يفعل، أو تحمل، وهنا نقطة مهمة جدا لابد الانتباه إليها، أو تحمل كلامه ما لا يحتمل. الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه عندما عرف الافتراء قال: اختراع قضية لا أصل لها. أسهل تعريف لموضوع البهتان والافتراء: اختراع قضية لا أصل لها. هذه جريمة ما بعدها جريمة. الله جعلها كبيرة من الكبائر، والله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبتعد عن هذه الكبيرة. في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 ليس لهن كفارة. 5 أمور إذا فعلتها ليس لك عليها كفارة: الإشراك بالله،
وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. في حديث آخر عند البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. البهتان للأسف، نسأل الله عز وجل لنا وللجميع الهداية، البعض أصبح الافتراء عنده عادة، أن يفتري على الناس أصبح عنده عادة وجعله لباس يرتديه في كل وقت وحين، يختلق الأكاذيب ويخترع الأباطيل. كم من مؤسسة، انظر من حولك فتش، كم من مؤسسة خربت بخبر بهتان، كم من أسرة شردت بخبر بهتان، كم من عداوة ظهرت بخبر مفترى، كم من حرب قامت بخبر بهتان، كم من مقتول قتل بخبر بهتان، وكم من معتقل غيب في غياهب السجون بسبب خبر بهتان. لذلك البهتان مصيبة كبيرة موجبة للنيران والعذاب عند الله، لأن البهتان ذنب مركب، ظلمات بعضها فوق بعض. البهتان ذنب مضاعف، لأنك إذا بهت إنسان فقد كذبت عليه، فقد اغتبته، فقد أشعت الإفك بين الناس وظلمت وجانبت الصواب، فكان سببا في مناقشة الحساب والعذاب يوم القيامة. اسمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تردع القلوب. هؤلاء الناس الذين يفترون على الناس، كم من فتاة شريفة عفيفة اتهمت بالزنا فقتلت بخبر بهتان. الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن هذا البهتان وسيعذبهم عذابات. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مسلم ما ليس فيه ليشينه بها في الدنيا، ليهينه بها في الدنيا، كان حقا على الله أن يذيبه في النار يوم القيامة. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم معلقون بألسنتهم في النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. اسمع إلى حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في امرئ ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج بنفاذ ما جاء، وليس بخارج، لأنه بهتان، لأنه مفترى ليس له أصل، كيف يأتي به؟ فقالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، القيح والصديد والدم واللحم المذاب عندما يذاب تصب على رأس ذاك الرجل الذي افترى أو المرأة التي افترت على الناس.
اسمع إلى حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مؤمنا بشيء يريد به شينه أي إذلاله حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، وليس بخارج. الإمام البخاري يروي قصة إسلام عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام اسمه الحسين بن سلام، وهو من أحبار وكبراء اليهود. يقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، أي التم الناس واجتمعوا حوله، وكنت ممن انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته منه يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فعلمت أنه نبي، فقدمت إليه وقلت: أشهد أنك رسول الله. قال: فما اسمك؟ قلت: الحسين بن سلام. قال: بل أنت عبد الله بن سلام. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت يفترون، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم فسلهم عني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود المدينة وجمعهم، وخبأ عبد الله بن سلام في زاوية من البيت، ثم سألهم: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ إذا عبد الله بن سلام أو الحسين بن سلام أسلم، ما دام هو حبركم وابن حبركم وعالمكم وابن عالمكم، إذا هو أقر بالإسلام أتسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عبد الله. فخرج ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ أقسم بالله أن هذه الصفة فينا نحن المسلمين. إذا كان الإنسان على مذهبك أو حزبك أو جماعتك ماشي معك في نفس الاتجاه، تقول: ما شاء الله، وجهه منور، الله أكبر عليه، رجل طيب. وإذا خالفك هذا عميل، هذا يدس السم في العسل. لو أعجبت بحركة سياسية بحزب ما وصفته بأفضل الأوصاف وأحسنها وأجملها، أنه حامي الحمى ومن به الخلاص، لكن إذا بغضتها يا ستار يصفها بأقذر الأوصاف وأشنعها، متحاملة على الشعب، خائنة، تريد تدجين الشعوب لصالح الأعداء. إذا قرأت كتابا فأعجبت به صار يتكلم عنه في كل مجال وفي كل ميدان: هذا الكتاب الذي ما ألف من قبله ولا من بعده مثله، هذا الكتاب هو الفتح المبين، هذا هو الدواء الناجح والذي ليس بعده دواء، هذا الكتاب الذي يجب ألا يخلو بيت منه. وإذا بغضته لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قيمة له، لا يستحق ثمن الحبر الذي كتب به، لا يستحق أن يشترى بفلس واحد. للأسف هذه هي صفات الكثيرين منا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من الكذب، وأن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة الصادقين.
وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.